هنعمل بقى النهاردة مع بعض القراقيش بالعجوة أو كعب الغزال بالعجوة أو المنين بالعجوة زي ما بتسموها يعني. طعمه خطير بجد يجنن. يعني نص كيلو دقيق وكوباية زيت وهتعملي العظمة دي. شكله وطعم خطير، أحلى من البتاع الأفران 100 مرة كمان. وكفاية نظافة الحاجة اللي انت بتعمليها في البيت. شايفين شكله عامل ازاي يا جماعة؟ ودايب دوب والله، حتى هو لسه سخن مولع. يعني انا مش عارفه امسك القرقوشه كده بايديا. شايفين عامل ازاي؟ دايب دوب كده. وطعمه ما شاء الله عليه جميل جدا جدا. شايفين الكميه دي كلها، وفي كمان شويه كمان مش حطيتهم من نص كيلو دي. نشوف المقادير بتاعتنا بقى. معايا نص كيلو دي، هنحط عليهم باكت من الخميره الفوريه، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة مش هرمية. وهنحط عليهم رشة فانيليا، وهنحط عليهم كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقتين كبار من السكر. هي دي بقى المقادير الجافة اللي احنا حطيناها. هنقلبهم كويس جدا مع الدقيق ده. نص كيلو دقيق يا جماعة. هنقلبه كويس جدا ونجيب بقى كوباية الزيت بتاعتنا. هنقلب معايا طبعا كوباية المية دي كوباية مية دافية. هنقلب بقى الزيت مع الدقيق بحيث ان الدقيق يشرب الزيت كله، يبقى الخليط مرمل كده عامل زي الرملة المبلولة. هنحط بقى المية الدافية بتاعتنا. دافية يا جماعة مش سخنة، المية السخنة بتفسد الخميرة. هنعجن بقى الخليط بتاعنا، وكل ما نحتاج مية هنزود علشان الدقيق مش كله زي بعضه. في دقيق بيشرب سوائل كتير والدقيق ما بيشربش السوائل كتير. كده اتعجنت معانا وبقت زي الفل. يعني خدت دلوقتي يعني كوباية إلا ربع من المية. هنغطيها بقى ونسيبها تخمر. دي العجوة بتاعتنا أو التمر. هنحطها بقى في طبق كده أو حاجة، ومعلقتين زيت أو معلقة سمنة، وهنعجنها مع بعضها زي ما انت شايفاها كده. هنجيب بقى ايه كيسين تلاجة، هنفلقهم نصين كده. هنحط واحدة على الرخامة، بس دهني الرخامة زيت الأول، علشان أنا ايه لما جيت أحرك بالنشابة كده كانت بتتحرك معايا. يعني لازم تدهني الرخامة زيت وتحطي الكيس المشمع فوقيها. وطبعا العجوة في النص، وفوقيها ايه كيس مشمع تاني من بتاع التلاجة زي ما انت شايفة كده. وهتفرديها اي شكل تطلع زي ما تطلع، مش ضروري تطلع بنفس شكل العجين. العجين بتاعنا طبعا خمر بسرعة لان الجو حر جدا. هنقسمه نصين، نصين يبقوا تقريبا زي بعض كده. وهنفرد بقى بالنشابة. طبعا ما نرقهوش جامد جامد، يعني هو يبقى رقيق بس مش هوا زي الفطير كده، يعني مش يبقى رقيق أوي زي الفطير. طبعا أنا فردتها كويس جدا. هنجيب بقى العجوة بتاعتنا، هنشيل كيس المشمع من فوق كده ونقلب بقى ايه على وشها كده على وش العجين. ونشيل بقى الكيس التاني اللي احنا فردينه عليها. طبعا لسه فراغات كتير ازاي يا بنات، مش فيها عجوة خالص. انا بقى فردة عجوة تانية في كيس تاني. هقطع بقى وازود ايه العجين بتاعي. يعني مش هنقطع العجين ده كله ونرميه طبعا. ما ننساش بس يا بنات نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو. واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. انا طبعا حطيت في الاماكن الفاضية بتاعت العجين كلها عجوة. انا فردها طبعا زي ما انت شايفة كده. هنلف بقى رول، ما نسيبش فراغ خالص في قلب الرول بتاعنا. طبعا قطعة العجين دي كبيرة، يعني أنا هقسمها نصين علشان أعمل رول تاني. يعني هعملها 2 رول. هنقسمها بقى بالسكينة كده نصين بالظبط. طبعا يا جماعة الطريقة دي سهلة جدا جدا جدا. يعني مش هتاخد معاكي وقت خالص، وهتستوي بسرعة، ومش هتاخد معاكي تشكيل ولا أي حاجة خالص. هنلفها طبعا كده ونظبطها علشان تقفل معانا. القطعة التانية طبعا شايفين أنا بلف الرول منين. يعني مش هنلف من اليمة الطويلة دي، لا من أقصر يمة كده. وهنلفها علشان تبقى مظبوطة. اليمة القصيرة دي تبقى في النص في قلب الرول. هنلفها كده بقى. طبعا ما نسيبش فراغ في النص علشان خاطر تبقى شكل القطع حلو معانا. هنرولها بقى كده على الرخام علشان نظبطها. ده سمسم ابيض يا جماعه، انا محمصاه في البيت. انا ما بحبش السمسم الاحمر، بحس ان طعمه وحش. انما الابيض ده انا بجيبه وبحمصه في البيت على نار هاديه وما بياخدش وقت خالص. شايفين انا بحط
قطعة العجينة على السمسم ازاي بيلزق بسرعة جدا، ولا عليه مية ولا عليه عسل ولا قطعة العجينة عليها بيض ولا اي حاجة خالص. هنقطع بقى الاطراف كده، وهنقطع بقى القطع حسب ما انت حابة، عايزاها كبيرة قطعي، عايزاها صغيرة قطعي براحتك خالص. طبعًا الأطراف دي مش بنرميها، بنسوّيها عادي مع الصينية عادي وحلوة جدًا بتتاكل يعني. شايفين شكلها من جوّه عامل إزاي؟ يجنن، حلوة جدًا، جدًا. أنا كده خلّصت بقى الكمية بتاعتي، وفي طبعًا شوية صغيّرين كده حاطّاهم في صينية صغيّرة. هنسوّيها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني ومن غير ما نولّع الشواية، ولو احمرِّت من تحت ولسه ما احمرِّتش من فوق، هتنزّليها على أرضية في الفرن كده، وهتولّعي الشواية على الهادي علشان ما تتحرقش منِّك. بس هي ما شاء الله عليها احمرت ومن غير شواية من غير أي حاجة. شايفين دايبة دوب إزاي وتجنن يا بنات، حلوة جدًا، جدًا، لازم تجربوها بجد. شايفين جمالها عاملة إزاي؟ الله، الله، الله على الجمال، جربوها وبألف هنا وشفا للي يجربها.